شكرا علاء، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. ايضا نوجه دعوه حقيقه للكباتن اللي موجودين عندك في الاستوديو، كريم علاوي والكابتن ايضا رزاق فرحان، ابراهيم سالم، بالاضافه الى صفوان عبد الغني على حضورهم. شكرا للمتابعين. اجواء جميله جدا قبل انطلاق مباراه الديربي، اجواء مميزه جدا قبل انطلاق القمه الكرويه المنتظره في كاس العراق ما بين فريق القوى الجويه وفريق الشرطه. الوضع في المدرج يعطيك انطباع كبير جدا حقيقه بان المباراه بحول الله راح تكون في الموعد. نتمنى حقيقه من اللاعبين ان يقدموا الاداء الكبير المنتظر منهم في مباراه اليوم لاسعاد كل هذه الجماهير المتوافده والمحتشده في ملعب الشعب الدولي. اجواء جميله جدا بالنسبه لما قبل بدايه المباراه، بانتظار ان شاء الله قمه في الموعد. اليوم ومن خلال احداث هذه المواجهات الكبيره والمنتظره واحد ديربيات كره القدم العربيه والخليجيه والعراقيه في هذه القمه المبكره وفي هذا النهائي المبكر على مستوى منافسات بطوله كاس العراق، حيث القوة الجوية الأخيرة التي أقيمت في البصرة وتوج من خلالها المنتخب العراقي بنجمته الرابعة مع المنتخب العماني في المباراة النهائية التي حسمت ب3 أهداف مقابل هدفين. الكرة بمحاولة للجوية خطيرة جدا، وصلت في المرمى. القوة تحلق مبكرا في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء العاصمة بغداد لتعلن عن أول الأهداف بأقدام شريف عبد الكاظم، يسجل ويفجر الأفراح لمصلحة القوة الجوية. النسور حلقت بالمواجهة وأشعلت المدرج في ملعب الشعب الدولي. أول أهداف اللقاء بعد كرة في غاية الروعة ومحاولة جميلة جدا، وهذه الكرة من بدايتها لمصلحة القوة الجوية. انتقلت بعد ذلك إلى مهند ووصلت بتمريرة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. شريف عبد الكاظم يسجل أول أهداف اللقاء ويعطي القوة الجوية التقدم بنتيجة المواجهة ويطلق أول رصاصات هذا اللقاء الكبير وهذه المعركة الكبيرة وهذا الديربي الكبير، ويعلن عن التقدم بهدف مقابل لا شيء. القوة الجوية يتقدم عن طريق شريف عبد الكاظم. بني في العام 66. أحد الإخوان هنا في العراق يقول: كنت شاهدا في ذلك التوقيت على المباراة الافتتاحية لهذا الملعب عندما جاء فريق بنفيكا، كرة بمحاولة وتسديدة، لكن فهد طالب يتصدى للكرة الماضية، خطيرة جدا. سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، للشرطة. هذه الكرة، هذه المحاولة صعبة لكن برافو أيضا فهد تعامل مع الكرة بشكل مميز جدا وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى ركلة ركنية قبل بداية المواجهة من جماهير الفريقين. الجانب المقابل أيضا الأخضر وبقوته الخضراء كان حاضرا بشكل مميز وبتيفو في غاية الروعة هنا قبل انطلاق هذه المواجهة، بينما الموج الأزرق في الجانب فريق القوة الجوية أيضا كان حاضر ومحاولة خطيرة. هذا شلون تأجلت مباراتين، أم أن يبحث عن الدويتو. شريف عبد الكاظم هو اللي ممكن أن ينفذ الكرة. جماهير القوة في مدرجات ملعب الشعب توازر، تصفق، تشجع، تقرع الطبول. كرة بمحاولة لكن أيضا اصطدمت في منتصف ملعب المباراة لمصلحة فريق القوة الجوية. تدريجيا الأمور تذهب إلى الاتزان بعد ما كانت بداية قوية جدا. كرة بمحاولة إلى رسلان. حنون عرضية على مشارف في منطقة الجزاء. مهند يحاول يلعبها إلى رسلان والتسديدة لكن خارج أرضية الملعب. ركنية من محاولة خطيرة. رسلان يا سلام
يا سلام على النسر الجوي في الجهة اليسرى، انطلق رسلان هذه الكرة وهذه المحاولة، واللقطة بعد ذلك اصطدمت في مناف وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، ويحتاج إلى ساعات للحديث عنها. صافرة النهاية أنهت الحديث وشوط المباراة الأول بتقدم القوة الزرقاء بهدف مقابل لا شيء. النسور على مستوى التصفيات، ثم الآن إلى مقعد كامل مباشرة في دوري المجموعات. الأيام القادمة، السنوات القادمة كفيلة بأن تجعل للعراق أكثر من مقعد، وبالتالي يجب على لجان الاتحاد الآسيوي أن تتواجد باستمرار في العراق. مراقبين المباريات والحكام يجب أن يتواجدوا في العراق، الحكام الدوليين الآسيويين يجب أن يتواجدوا في العراق، جماهير الفرق الأخرى، الأندية الآسيوية الأخرى أيضا يجب أن تكون حاضرة في العراق. وبالتالي إن اعتذر الشرطة وبطل الكاس أو وصيف الدوري، ممكن يكون أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في دوري أبطال آسيا. أندية العراق ليست أبدا أقل من غيرها على الأقل من ناحية الإمكانية. يمكن العامل الوحيد هو عامل المادة. مناوشات الديربي كما تحدث دائما وأبدا، سلامات لاعب من الشرطة في أرضية الميدان، وفي الجانب المقابل أيضا لاعب آخر من القوة الجوية. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذا الالتحام اللي كان موجود على إثره يسقط اللاعب أحمد فرحان واللاعب محمد علي عبود في أرضية الميدان. هي أمور دائما ما تحدث في مباريات الديربي، ومن خلالها أيضا شكرا للعقلاء على هذا التدخل وتهدئة الأوضاع من خلال الالتحام اللي كان موجود ما بين لاعبين الفريقين. الآن الأمور تهدأ وننتظر الاطمئنان على عبود، وننتظر الاطمئنان أيضا في الجانب المقابل على أحمد فرحان بعد سقوطه في أرضية الميدان. سلامات ويقود الكثير من المحاولات والهجمات الخاصة بقوة الجوية. تعود في الجانب المقابل للشرطة الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى فهد اليوسف، لا زالت مستمرة وقائمة، يلعب المحاولة لكن أيضا تغطية من غيث معروفي. بسام شاكر يقدم أداء رائع في الجهة اليمنى اليوم وأمام أنظار كساس. أعتقد بأنه من الأسماء التي ستكون بكل تأكيد في قائمة المنتخب خلال الفترة القادمة استعدادا لمشاركات الأسود الرافدين. هذا بسام الله 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 في ليلة يعود من خلالها القيثارة ليعزف لحن البطولة، يسعى لعدم التفريط ويبحث عن الوصول إلى الدور القادم، ويسجل التعديل عن طريق أحمد فرحان وبالرغم من الإصابة ألا إنه أصاب المرمى وسجل هدف التعادل. الانطلاقة من اليمين، هذه الكرة شوف بسام يا سلام من بسام، وبعد ذلك إلى آسو، ومن آسو وصلت إلى فرحان، ومن فرحان يطلق الأفراح في جانب الشرطة ويسجل التعديل ليعود الشرطة بنتيجة المواجهة ويعادل النتيجة ويعلن عن هدف التعادل عن طريق أحمد فرحان. 1-1 ولنعود. كاكبو متميز في الكرات الرأسية، ركنية الآن على تنفيذها شريف عبد الكاظم. شريف يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية، لا زالت مستمرة قائمة. أحمد باسل في التوقيت المناسب، وفي فريق الشرطة والبديل كان محمد داود كأول تبديل بالنسبة هو أنور جاسم الذي فاز باللقب 5 مرات مع فريق الزوراء. يأتي بعد ذلك المدرب واللاعب السابق فلاح حسن. كرة بمحاولة تصل إلى أحمد فرحان داخل منطقة الجزاء، يلعب الكرة خطيرة. هذه الكرة مين يا سلام على الكرة الرأسية. آسو ما في أي طريقة للتعامل إلا بالطريقة التي تعامل من خلالها آسو منذ سبعينيات القرن الماضي، بأنه كلما تقابلنا في بطولة الكاس كلما ذهبت إلى 1-1، لا حد يغلب الثاني إلا في الإضافة أو بالترجيح. كرة بمحاولة وتسديدة قوية جدا، وحكم المباراة أحمد كاظم
الشرطة يبدأ عن طريق آسو رستم، وفي المرمى فهد طالب. آسو وفي مواجهة الحارس أحمد باسل من أجل الترجيحية الأولى يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام. في شوط المباراة الثاني إحسان وبالقدم اليمنى في مواجهة فهد. إحسان الله 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 الذي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية الثانية. صاحب الهدف شريف 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 شريف. الله 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 الله. في مواجهة فهد طالب محمد ينطلق الآن. محمد ينطلق ويضع الكرة في المرمى. محمد داوود وعلي محسن. علي محسن علي محسن. لا 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 لا. من أجل التقدم من جديد الشرطة، من أجل التقدم مرة أخرى. إدريسا يسجل ويتقدم من جديد. يستعد بالقدم اليمنى في مواجهة أحمد باسل. أكوا في مواجهة باسل لمصلحة فريق الشرطة. فهد اللحظة الحاسمة، هل تأتي الآن؟ فهد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. غيث معروفي أحمد باسل يقرأ ورقة كتب فيها المكان الذي يسدد فيه غالبا لاعبو الفريق الآخر. غيث معروفي معروفي معروفي. الله 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 الله. أم أن في الجانب المقابل رأي آخر؟ أحمد فرحان في مواجهة فهد. أحمد فرحان هنا الكرة والركلة الترجيحية السادسة. حنون 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 حنون. الله 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 الله. ولعلها الأولى باليسرى. أحمد فهد طالب في الموعد يتصدى، لكن لم تحسم بعد، لم تنتهي بعد. فهنالك ركلة يجب تسجيلها بالنسبة لفريق الشرطة. أضاعها يحيى وبالقدم اليسرى سدد. وفهد طالب في الموعد. فهد طالب في الموعد يتصدى لأول ركلة ترجيحية. أكاكبو 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 أكاكبو. خلص، حسمها، أنهاها وطار بالصقور محلقا في زرقة السماء هنا في العاصمة بغداد. الأزرق العريق القوة الجوية إلى الدور القادم من منافسات بطولة كأس العراق لتستمر العقدة في الجانب المقابل بالنسبة لفريق الشرطة، ويتأهل الفريق الجوي إلى الدور ربع النهائي من منافسات هذه البطولة بعد مباراة ماراثونية رائعة ما بين الفريقين وبعد أداء مميز طوال 90 دقيقة. أكاكبو من سجل هدف الانتصار في بطولة الدوري، سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مسابقة الكاس وقاد القوة الجوية إلى الدور القادم من منافسات هذه البطولة. مبروك للقوة الجوية وجماهيرها في كل مكان. هارد لك للقيثارة فريق الشرطة، عوضين بحول الله في مباريات قادمة ومسابقات قادمة. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث هذه المواجهة على أمل أن نلتقي في مباريات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته. حفظ الله العراق وأهلها من كل سوء وأدام عليهم الأمن والسكينة والاستقرار. إلى اللقاء.